يا مساء الفل عليكم والنكد والغم وقلة المزاج على لعيبة الزمالك ومديرهم الفني بعد رجولة وأداء مشرف في الشوط الأولاني وفي الماتشات اللي فاتت كلها. الزمالك بيتعادل مع الجونة 1-1 علشان يثبت نادي الزمالك والفريق كله إن فعلا المشروع لسه في أوله. الكلام اللي أنا هقوله في الحلقة دي علشان الناس تفوق وكل واحد يعرف هو واقف فين. إنما المشروع لازم يستمر. اللعيبة لازم تعرف عيوبها فين ومميزاتها فين، علشان ما نشوفش المشهد اللي احنا شفناه في آخر الماتش ده، أو بمعنى أصح في الشوط التاني كله بالطريقة دي. أنا كنت عايز أبدأ بداية بصراحة بعضية دبابة، لكن حطوه على جنب دلوقتي. فريرا حكم قبل الماتش في المؤتمر الصحفي إن ما ينفعش إن احنا نفكر في مباراة الأهلي، وإن أي تفكير في المباراة دي من دلوقتي ده هيبقى سبب الخسارة. فقد كان فريرا النهاردة بتغييراته هو مش بس كان بيفكر في الأهلي، هو هو كان عايش في ماتش الأهلي، هو بيحلم بماتش الأهلي والجماهير وإن هو قد إيه هيكسب وإن هو بيجهز اللعيبة كله. من أول ما لقيت شيكوبانزا بيسخن قلت خلاص احنا كده هنضيع. مش عشان شيكوبانزا وحش، حلو. اولا مبدأ الثواب والعقاب لما حصل مع فتوح شفنا نتائجه. اتوقف، ما لعبش، دخل في الفريق بالراحة، دخل في السكور في ال 18 لعيب، ما ما دخلش الملعب غير في 10 او ربع ساعة، غير بعديها بتلات اربع ماتشات. انما شيكوبانزا اتوقف له ماتشين، واول ما نزل في ال 18 شفناه في الشوط الثاني على طول. فكان طبيعي ان هو ينزل يشلت وينزل يشوط وينزل مش عاجبه وينزل يتقرنن على الكوره ويجي له انفرادين ما يبقاش مركز اصلا ان هو يدخلهم جون علشان ما فيش عدل. ده اول تغيير. تاني تغيير بصراحة اقل ما يقال عنه ان هو ساذج. ما يطلعش من مدير فني المفروض ان هو يكون كبير، لكن فريرا احنا عارفين ان هو صغير. هو ما كانش مدرك حجم اللي هو بيعمله. صلاح صدق ليه يخرج من الملعب؟ ليه؟ يعني هو اصلا مدافع، وانت شايف فرقتك مش عارفه تروح للجون، مش عارفه تدخل جون. حتى الجون اللي دخل صدفه. مش يعني هو حلو الجون اللي دخلناه حلو، لكن هل انتوا شفتوا بقى عرضيات كتير من دي؟ لا. اذا ده صدفه، بس خلاص خلصت. دخل جون الحمد لله. فانت بقى شايف فرقتك مش بتعرف انها تهاجم، فتروح مطلع مدافع من ورا بدل ما تسيبه علشان عرضيات ولا علشان التحامات ولا عشان يوقف لك كوره ولا عشان يقفل لك على ناحيه اليمين. تروح مطلعه نازل عمر جابر، كأنك بتقول له خلاص كابتن الفريق والباك اليمين الاساسي بتاعنا وصل، انت بقى ايه، خلاص قضيت الدور بتاعك، امشي. العدل نمرة اتنين. ما عنديش مشكلة ان ادم كايد يطلع وينزل شيكوبانز. كآدم كايد انه يطلع، الراجل ادى اللي عليه واجتهد، فطبيعي انه يخرج، لكن نزل مكانه ايشو. ده العدل. ده العدل من الاول خالص. طلع عبد الحميد معالي ونزل، سوري، ده طلع عبد الحميد معالي ونزل شيكوبانزا، وبعد كده طلع ادم كايد اللي وداه ناحية اليمين ونزل ايشو. طب ما كان من الاول ايشو ينزل. طبعا اتعاقبت على طول لان فعلا الكورة، وده احنا بنتفرج على الكورة بقالنا سنين، هي بتعاقب المهمل والمستهتر. اتصاب دونجا في كورة ملهاش اي 30 لازمة. حقيقي اي 30 لازمة ما فيهاش. صاب عشان تبص على الدكة يمين وشمال ما تلاقيش صلاح مصدق اللي كان ممكن يملا لك الحتة دي، فتضطر تحط عبد الله السعيد
اللي انتوا شفتوا الجون لما دخل لان هو غطى صح عبد الله السعيد، لكن فين احمد حمدي وفين ناصر ماهر؟ مفيش. اتغيرت تغيير صلاح مصدق بدل ما تغير ناصر ماهر. ناصر ماهر وتنزل مكانه اي حد بقى في نص الملعب يملاه. انما انت بتفكر في ماتش الاهلي، بتجهز شيكوبانزا علشان تستغل السرعات بتاعته ناحية الشمال، علشان محمد هاني بيتقدم وبيسيب ناحية الشمال اليمين بتاعته يعني فاضية، فشيكوبانزا يجري فيها، بتبقى انت مجهزه، بتبقى انت المدرب العبقري. بتجهز عمر جابر لنفس السبب. انت ما عملتش حاجة يا فريرة غير ان انت كنت بتفكر في ماتش الاهلي، وبسبب ده خسرنا نقطتين مهمين. مهمين مش جدا مهمين الى اقصى درجة. خليني اقول لكم ان انا بعيدا عن اللي حصل في الماتش النهارده، وبعيدا برضو عن سوء حالة نادي الاهلي التي يعني مفيش اعمى ما شافهاش. بس انا كنت هعمل حلقة قبل الماتشين دول واقول ان الزمالك هيخسر من الاهلي. اه، مش عشان الماتشات دي، لا، لان في عيب في الزمالك. اعتقد لو انتوا ركزتوا فيه هتلاقوا انه في كل ماتش الزمالك بيطرح عليه بكوره وباتنين وبتلاته جوه ال 18، وعشان احنا بنلاعب فرق في الدوري المصري اللعيبه بتاعتها ما بتبقاش متجهزه، فتلاقيها طلعت بره، تلاقي حسام عبد المجيد طلعها من على الخط، تلاقيها جت في العارضه. افتكروا الكور دي. لعيبه الاهلي محمد شريف اللي ضيع انفراد النهارده ما تفهمش شاطها ازاي، مش هيسمي عليكم. نادي الزمالك حتى يومنا هذا بيدخل فيه اجوان كلمة ساذجة قليلة. الفرق اللي بتلعبه بتوصل للجون بتاعنا بسذاجة. ارجعوا للكورة اللي حسام عبد المجيد طلعها في ماتش الاسماعيلي، وفككوا من غلطة محمد اسماعيل، وفككوا من الجول المهاجم شاطها ازاي، وكمان فككوا حسام عبد المجيد شالها ازاي. شوفوا وقفة محمد صبحي اللي كان واقف تقريبا بره الجون خالص، وسايب الملعب كله، الجون كله فاضي، علشان عادي يعني اي عيل صغير هيروح حاططها بعيدة. ما انت اصلا سايب الجون كله. ارجعوا للقطة دي وشوفوها كويس. محمد صبحي ما بيعرفش يتمركز. الكرة التانية دايما، او الكرة اللي هي الريباوند، او الكرة اللي هي المفروض هو مثلا في شوطة جايه له مثلا، يعني الشوطة دي خبطت في مدافع وردت الناحية التانية، خلاص كده هو مش هيعرف يظبط وقفته، مش هيعرف فين العرضتين واقفين وراه فين. لا مش هيعرف، فهيدخل فيه جوان. فالاهلي مش هيسمع على الزمالك، وعلى الاقل خالص هيدخل جونين، وبالمنظر اللي احنا شفناه، التوتر اللي بان على لعيبه الزمالك كلهم، واولهم عبد الله السعيد بعد ما بتاع الجونه دخل، بيخلينا اقول ان قدام الاهلي اللعيبه دي هتنهار بمجرد بس ان الاهلي يوصل للجون ويشوط كورتين و... ولو دخل جون خلاص كده التاني الموضوع هيطير مننا. مش عيبا في المشروع، انت بتلعب بعيال عندها 22 سنة و24 سنة، ولعيب عنده 40 سنة، قصاد لعيبة في البيك 30 و28 و32 و25، لعيبة في البيك بتاعها، فهم individual أقوياء. لو الزمالك ما لعبش على نقطة قوته اللي هي الجماعية، اللي هي ما حصلتش في الشوط الثاني، خلاص كان الله بالسر عليم، هنشيل كتير. انا كنت مجهز بصراحة كلام كتير قوي حصل حلو قوي في الشوط الاولاني. يعني عجبني صلاح مصدق ان هو كان عمال يحفز في عبد الحميد معالي، وكان بيجري له ويفتح له ويبصي له، كانت عجباني. كان عاجبني ناصر ماهر ان هو ابتدى يبقى هادي، بيطول كالعادة، لكن تحس ان هو ابتدى خلاص ياخد على طريقة اللعب. عبد الله السعيد من اول الماتش وهو تايه، مش مركز، ما بيجريش، متحفظ، وده كان اكبر سبب للي حصل في الشوط الثاني.
ان لعيبه الزمالك ما لقتش كابتن الفريق الحقيقي اللي هو عبد الله السعيد يقول لهم انتوا بتعملوا ايه، فوقوا وركزوا. لا، هم لو هو كمان نايم، مش عشان هو لعب بقى ستة في الاخر والموضوع باظ منه، لا، هو من هو بيلعب تمانية. هو يبقى عبد الله السعيد اللي بيستلم صح ويسلم صح، هتلاقي له لقطات في الماتش حلوه، انما اتفرج على المباراة كاملة هتلاقيه بيتمشى في لقطات وحاول يشوط وبتاع تمام، انما ما عندوش الجرينتا والحماس اللي هو السبرنتات اللي بيفتحها علشان يقطع الكورة. عملها مرة اتنين، انما الباقي كان بيستخبى. ده كان سبب. لعيبة الزمالك في الشوط الثاني كانوا بيتنافسوا القرننة بقى والتعالي، وانا اللعيب الجامد، احنا خلاص، احنا تقال قوي، احنا ما فيش فريق عارف يكسبنا. عشان كده الألم ده هيفوقهم، وألم النادي الأهلي هيفوقهم أكتر. هياخدوا شلوت في النادي الأهلي. انا بقول لكم من دلوقتي. وده الدباغ علشان ابقى حقاني. انا الوحيد في مصر اللي كنت بنتقده الايام اللي فاتت والمباريات اللي فاتت كلها، لانه حرفيا ما كانش بيعمل حاجه. النهارده بس برضو علشان انت قصاد فريق الجونه مش بيضغط جامد ولاعيبته بطيئه، فهو باين انه كويس. فانا مستني اماره بقى انه يكمل على الكلام ده اما نشوف قصاد الاهلي هيعمل ايه. كان بينزل لحد نص الملعب ويستلم الكوره ويسلمها صح ويروح جاري على ال 18 عشان يبتدي بقى، لو الكوره راحت يمين يروح لها يمين فيبتدي يسلم ويلمس كوره كتير. فعجبني ضغط على كذا واحد وابتدى ياخد منهم الكوره، برضه عجبني رغم ضعف اللعيبه دي. بس هو ما كانش بيعمل ده قبل كده. بس ستيل هو بيهرب من الالتحامات الهوائيه. انا مش عارف، انا مش فاهم لها سبب. يعني حتى الجول لما دخله جوه ال 18 من عرضها دخله في فخده، مش بدماغه. فهو عنده مشكله في الالتحامات، انا ما اعرفش ليه. غير ان عنده مشكله في السرعات دي كده كده، لكن على الاقل النهارده لمس كتير وودى وجاب وحافظ لنا على الاستحواذ كانه بيلعب راس حربة تاني او نمرة 10. ويمكن ده كان سبب ان هو، انا برضو ما اعرفش، يعني هو في ال 18 بياخد البعيدة دايما، فعلى بال ما الكرة تتعرض هو عشان يدخل ياخد الكورة بتروح معدية خلاص، هو انت جاي متأخر. فتوح عنده مشكلة. اتمنى ان تكون هو الراجل بيشتغل معاه بدني كتير، فهو مش قادر ايه، لسه هيجيب فورمة يعني. وهو ما بياخدش دقايق لعب كتير، 90 دقيقة، ففورمته قليلة. أه شيكو بانجا عنده مشكلة على الطرف، ده كده كده احنا عارفينها. عشان كده انا شايف ان هو يلعب مهاجم تاني هيبقى افيد لنا. وما نلمسوش الكورة غير على حدود ال 18، مش قبل كده. ويا ريت تبقى جوه ال 18 اللي بيها يروح حاططها على طول، ده لو حطها يعني. اتمنى. الثقة الزايدة النهاردة أخدت مننا كتير قوي في الشوط التاني، وكانت السبب في اللي احنا فيه ده. فأتمنى إن الألم اللي هم خدوه يفوقهم ويرجعهم تاني يركزوا، لأن الموضوع لو فرط مننا مش هيبقى لطيف. حتى لو أنا بقول إن المشروع لسه في أوله وكده كده نصبر عليه، لأن النجاح إن أنت تصبر على الفرقة دي بالمدير الفني ده لآخر الموسم، ده النجاح. تطلع بقى تالت، تطلع أول، تطلع رابع. أنا حتى هذه اللحظة مش شايف إن الزمالك منافس. إحنا بنقدم كورة أوروبية، ده حقيقي. ده حقيقي كورة أوروبي بجد. اللي بيتفرج على كورة بره طبعا مع فرق الإمكانيات، بس تحركات اللعيبة، أماكن تواجدهم، تلمسهم الكرة كتير بالطريقة دي، صبرهم على الكورة، إن هم يلعبوا البساط الأمامية علشان يرجعوا الفريق لورا المنافس، فالكرة ترجع تاني فتروح يمين وشمال فتقدم كرة فتلاقيهم زقوا ورا. الأفكار دي مش هتلاقيها، حتى الأهلي ما بيعملهاش، حتى بيراميدز ما بيعملهاش. كله لعب مباشر وعايز يدخل اجوان. الزمالك هادي وعاقل. النهارده انا عارف طبعا بزير اخوان ما كانش موجود، فكان ده عامل مؤثر جدا في طريقة اللعب وفي اسلوبنا وشكلنا حتى. ودي تثبت لنا ان احنا عندنا مشكلة كبيرة، ان لما لعيب واحد بيغيب الفريق كله بيتأثر وشكل الزمالك كله بيتأثر. لكن الشوط الاولاني الفريق كان محافظ على هدوءه، محافظ على الكوره، لان كل اللعيبه اللي انتوا شفتوها نزلت ما عندهاش سرعات، ما عندهاش التحامات، لكن عندها كوره حلوه
وتلميس كرة كتير ومحافظة على رتم اللعب كتير، فده كان كويس. وفريق الجونة مش فريق قوي جدا، فالشوط الأولاني خلص بالواحد صفر العادية، لكن افتكر لي كده هجمات خطر مش هتلاقي. شوطة من دونجا، شوطة من عبد الله السعيد، كورنر بتاع، لكن هل بقى انت ضيعت جوان؟ لا. هي دي مشكلة الزمالك من السنة اللي فاتت واللي قبلها، انت مش عارف توصل للجون اصلا، انت عايز لما توصل تدخل جون، فدي مشكلة كبيرة. حتى بزيرا خوان لو هيلعب برضه هو عايز يوصل يبقى مهاجم تاني، فتقربه قوي علشان تاخد منه مجهود بدني جوه ال 18 فيدخل لك جول. انما طول ما انت راميه طرف يمين ويجري قدام ويجري ورا، هيوصل للدقيقة 80 مش هيعمل حاجة. الفرقة لسه عايزة شغل. وانا بقول الكلام ده من واحنا بنكسب ماتش الاسماعيلي والماتشات اللي فاتت. فاتمنى الاحسن في ماتش الاهلي، اتمنى ان الفريق القلم اللي خده ده يفوقهم وينزلوا ماتش الاهلي مركزين، نلعب على دفاع، نقفل عليهم صح لان احنا نقدر نعمل ده. العدل اساس الملك، لو ما عدلتش العدالة الإلهية هي اللي هتعدل، هي اللي هتجيب الحق. زي ما بيحصل في الأهلي مش عايزين يحصل عندنا. نركز وإن شاء الله اللي جاي أحسن. سلام.